في ناس عندك في الشركه بيبقوا كبار في السن ومش مناصب، يعني هو انسان بسيط اجتهد وربنا اكرمه ولكن مش في منصب، ولكن هو اكبر منك سنا، قد يكون في اداره تانية غير ادارتك خالص. الناس دي حاول ان انت تحترمهم، يعني لو هقول لك تتعمد انك تحترمهم بزياده احترمهم بزياده. ليه؟ الناس اللي هي فعلا ماسكه مناصب كل الناس بتبجلهم وكل الناس بتحترمهم وكل الناس بتعمل لهم الوضع بتاعهم في الشركه او في المكان اللي هم فيه، ولكن الشخص اللي هو ممكن يكون كبير في السن ومش في منصب للاسف مش كل الناس بتقدم له الاحترام اللي يليق بيه. فخلي ده من حاجاتك اللي انت بتعملها يوميا، لما تقابل الناس دي ازيك يا ريس، صباح الفل يا ريس، حضرتك عامل ايه، احترمه وبجله وساعده ان يومه يكون فعلا يوم سعيد. لفتات بسيطه زي كده ما كلفتكش حاجه، انت كده كده هتسلم عليه، فبدل ما تقول له صباح الخير يا استاذ فلان يا باشا ازيك يا ريس، ازاي حضرتك عامل ايه، انت بتعمل كده علشان تعمل يوم جميل لحد معين، وكل ده بيعود على نفسيتك اولا بالايجاب، انت نفسك هتلاقي نفسك بقيت مبسوط، وكمان ثواب كبير قوي عند ربنا انك انت تكون بتتعمد انك تدخل السرور على قلوب الناس. ده من الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبها ابدا او لازم هيجازيك عنها خير كبير جدا ان شاء الله.